صباح الخير، صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجه حلوه على عيونكم. وحشتوني. ازيكم؟ عاملين ايه؟ انتوا قاعدين فوق قوي كده ليه؟ بتنزلوا تحت شويه ولا القعده فوق حلوه؟ تعالوا هنا، تعالوا هنا تحت. بصوا بقى، انا جايه جبت ايه. انا رحت وديت نيكي الدرس، بس قمت ايه بقى، مش شايفه اللي هو عامله كده. عارفين والله العظيم، عارفين شبه بقول عليه شبه الصرصار اللي مضروب بالشبشب، بس مش عارف يا عيني يروح ويجي. مش قادره بجد. بصوا الفلافليه قد ايه، ب10 جنيه 8 فلافلات. بصوا قد ايه. ربنا يرحمنا برحمته ويعديها على خير ويسترها معانا، عشان الواحد يعني ايه خلاص كده. والله العظيم الواحد بيجيب اخره بجد. وديت ملك كانت تفطري قالت لي هم عايزين ينزلوا النهارده شويه، عايزين ينزلوا يغيروا جو، فقلت لهم خلاص ننزلوا مع بعض ان شاء الله بالليل. قلت يعني ايه من باب التغيير اعمل بس نازل سندوتشين. قلت له اجيب لك معايا فلافل، انا ما قلتش يا ربي، قلت له دلوقتي اعمل لك معايا فلافل. قال لي خلاص ماشي اعملي. هعمل له كده فلافلتين معايا، انا سندوتشين وهو سندوتشين. ما بقدرش انزل واشوف الفلافل قدامي وما اجيبش. قلت اعمل كده سندوتشين واكل واشرب كوبايه نسكافيه عشان اعمل اخد برشامه السكر، عشان اشوف يومنا النهارده هيمشي ازاي. هم عايزين ينزلوا، بقالنا كتير بصراحه ما نزلناش بجد يعني، بقالنا كتير قوي ما نزلناش وما غيرناش جو، من باب التغيير. بس تعالوا كلوا معايا، صباحكم زي الفل. احنا ما سميناش الله وصلينا على النبي على فكره. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اوعي تنسي اللايك من ايدك الحلوه، عشان بس اعرف ان الفيديو عجبك وان الفيديو حلو، عشان ان شاء الله بس ايه تشجعوني كده عشان اقوم اصور تاني. عايزه اقول لكم والله ببقى مش قادره، ببقى قايمه بقى مش لابسه طرحه وبتاع عشان ان انا اقف اصور، والاقي نفسي قلت يا بت لا يلا عشان تشجعيهم معاكي. بجد شكرا، شكرا لكل تعليقاتكم، شكرا لكل كلامكم ودعواتكم. ربنا يخليكم لي يا رب، يا رب ولا يحرمنيش منكم ابدا. تمام، انا عملت اهو، عملت انا سندوتشين وهو سندوتشين. هروح اديله دول واجي تاني. بيني وبينكم فلافل جميله قوي قوي، بس محتاجه اشرب نسكافيه ضروري. قعدت الف، لقيت واحد ورايا هنا بيبيع نسكافيه التمن ب65، كابتشينو سايب. بس ما لقيتش كمان كلاسيك، لقيت عنده فليفر بندق ومش عارفه وفانيلا وايه كده، فانا ما بحبش الحاجات دي. فجربت الكوفي بريك، صعب صعب صعب، مش قادره اشربه. على فكره اللي جرب الجولد واللي جرب النسكافيه او الكابتشينو الجولد ما يعرفش يجرب حاجه تانية، ما يعرفش يشرب حاجه تانية. عندي مواعين مين عنده مواعين زي كده؟ بس دي بتلعب في رجلي يا بنتي، بس تقعد تشد في رجلي مش نلعب معاها. عايزه اعمل غدا بحيث ان احنا ناكل وننزل شويه، عايزين نتمشى شويه في سين، عايزين نخش سينما. ملا بتقولي فيلم الحريفه، مش عارفه حلو ولا ايه. يلا نشوف هنعمل ايه تاني في البيت. في شويه مواعين اغسلهم قوام عشان ما انزلش سايبه مواعين في الحوض، وهروق كده السراير وهروق الاوض. هاكل بقى اخر حته دي واعمل كوبايه نسكافيه واخد برشامه السكر بتاعتي واظبط حالي كده، عبال ما ملك ما ترجع مازن كده هنزل يقابل صحابه وهيقابلنا تحت. يعني مازن هينزل يقابل صحابه عبال ما ملك تيجي من الدرس، اخدهم بقى ان شاء الله وننزل على طول. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه تاني ويومنا هيمشي ازاي.
بصوا بقى، النهارده هنعمل ايه اكل مع بعض. مازن كان طالب مني لازانيا، فقلت الملك، قالت لي اوكي. طب ايه عايزينها باللحمه ولا ايه؟ قالوا لي لا ماشي بالفراخ. المهم جبت بقى كده نص بانيه، قطعته بقى كده قطع صغيره. طبعا غسلته وظبطته الاول، وهغسله تاني بعد ما اقطعه على فكره. هديله شطفه كده، بس مش بحط يا جماعه خل خلاص، انا بحط ليمون. حطي مثلا رشه ملح. ممكن عايز تغسلي بجنزبيل تغسلي بدقيق. المهم ما تحطيش ملح ولا على ممبار ولا على فراخ ولا على بانيه. بجد يعني الخل لا مش حلو، حطي ليمون. المهم هقطع بقى كده البانيه. انا بصوا جايبه الصدور قطع على بعضها، يعني مش جايباها فيليه متقطعه فيليه، لا جايبه الصدور على بعضها. وهقطعها كده مكعبات صغيره خالص عشان تبقى ما تبقاش رفيعه كده. يعني لما تتبل وتتعمل ممكن تلاقيها اتنسلت منك او اتهرت منك، فاهميني؟ انا عايزاها قطع كده مكعبات، بس عشان اعمل للولاد اللازانيا بالفراخ. هنعملها ازاي بقى مع بعض؟ عايزه اقول لكم بقالي كتير ما عملتهاش. متهيألي في السنه اللي فاتت دي كلها ما عملتهاش غير مره، ودي المره التانية. مش فاكره عملتها في رمضان ولا لا والله، بس تقريبا مرتين يا 3 مرات بالكتير، ما عملتهاش كتير يعني. بس فطلبوها، ما صدقت ان هم طلبوها وطلبوا اكل مني اساسا. وهتشوفوا دلوقتي الاكل اللي كلوه، والله العظيم 3 ما كملوا الجزء بتاعهم. انا تعبت من العيال دي. بس هاخدهم النهارده وهننزل شويه، هم زهقانين وعايزين يخرجوا زي ما قلت لكم. فطب يلا بينا، قالوا لي يلا بينا. قلت لهم ماشي. طب تتغدوا هنا ولا بره؟ قالوا لي لا ناكل في البيت مش مشكله. فقلت اعمل اكل كده بحيث ان احنا نتغدى قبل ما ننزل يعني. بس عبال مازن ما ينزل مع اصحابه، عبال ما لوكا ما تخلص درسها، اكون انا عملت اكل ناكل وننزل على طول. كده كده السينما بتبقى 6 بتبقى 7. بس المهم كده شوحت بقى كده البانيه قطع الفراخ في زبده. انا ما بطبخش بسمنه لما بعمل حاجات مكرونات وحاجات من كده، ما بحطش سمنه خالص. بحاول ان انا احط زبده ورشه زيت خفيفه عليها عشان بس ما تتحرقش. بديها بقى تشويحه كده، وبعد التشويحه يا دوبك لونها بيغير بنزل عليها بقى بالبهارات. هحط بقى كده ملح، وهحط فلفل اسمر، وهحط بابريكا، وهحط توم وبصل بودر. ممكن تحطي مرقه وممكن لا. فانا بما ان هي دي فراخ فانا مش هحط مرقه، يعني بما انها فراخ اصلا فانا مش هحط مرقه. انا هحط مرقه على البشاميل. تمام. هحط بقى كده شويه بهارات فراخ، بس مش هحط مرقه وبابريكا وكده. المهم هديها بقى تشويحه كده بالبهارات، وبعد كده هعمل هنزل عليها هنزل عليها بقى باللبن. تمام. اللحمه المفرومه بتنزلي عليها بشويه ميه، وبتنزلي عليها بالصلصه. انما انا الفراخ بتنزلي عليها بشويه لبن كده تستوي في اللبن، وبعد كده بتنزلي عليها برضو بمعلقه صلصه. عايزه اقول لكم الصلصه بتدي طعم وتست عالي قوي سواء للبشاميل او للفراخ. بجد بيبقى طعمها حلو جدا جدا، جربوها هتعجبكم قوي. اللازانيا بالفراخ بتتعمل بتتعمل اللحمه بتتعصج، وبعد كده بتنزلي عليها بالصلصه بس. انما يعني بتتعمل بالصوص الطماطم. انما البشاميل لبن. حطيت بقى كده قطعه جبنه مثلثات، وحطيت قطعه جبنه موتزاريلا. قلت عشان تدي كده طعم وقوام للصوص بتاع الفراخ، فاهميني؟ بس هقلب بقى كده كويس قوي. عايزه اقول لكم هي الفيليه اصلا خفيف وضعيف جدا، فبتستوي على طول، يعني ما بتاخدش وقت اساسا. هتلاقوها استوت معاكم يعني. وكده كده هتكمل سواها مع المكرونه، لان المكرونه اللازانيا انا مش بسلقها. مع ان علي قال لي اسلقيها بقى، لان لما بتتسلق بتبقى بتبقى حلوه قوي ان انت تقدري تقطعيها وتشكليها معاكي لو هتعملي برامات صغيره. فانا بعد كده بقى ان شاء الله هعمل كده، يا اما هعملها برامات صغيره كل واحد البرام بتاعه. انا عندي برامات ازاز كده، بدل ما اعمل برام كبير لا هعمل 3 صغيرين وكل واحد ياكل البرام بتاعه. بس هعمل بقى البشاميل كده. نزلت بالدقيق وعليها الزبده وعليها الدقيق، ونزلت بكيس خلطه بشاميل عندي عجبني قوي قوي، فعايزه احطه. بس هو بيتحط على اللبن بارد وبيتقلب ويطلع على النار. لا انا حطيته عادي على الدقيق، هاديله تقليبه مع الزبده، وبعد كده هنزل عليه باللبن. تمام. وهشوحه بقى كده كويس قوي، هديله تقليبه مع اللبن. عايزه اقول لكم يا بنات والله كان طعمه رائع 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 بجد، والله العظيم مش كلام، كان طعمه حلو قوي. جربوه بالطريقه دي وهتعجبكم. حطيت برضو مكعب مرقه، وحطيت قطعه جبنه مثلثات، وحطيت قطعه جبنه موتزاريلا.
عايزه اقول لكم حلوه جدا. وحطيت بقى شويه صلصه وحطيت ملح وفلفل اسمر، بس راعي الملح في البهارات عشان خاطر انا حاطه اصلا كيس اللي هو الخلطه بتاعه البشاميل، فهو بيبقى فيه ملح، وانتي حاطه كمان مرقه فبيبقى فيها ملح، فما تكتريش الملح عشان تظبطي الدنيا. طلعت طعمها حلو قوي والله يا بنات، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي. حطيت شويه صلصه بقى هناك على الفراخ، وحطيت شويه صلصه على على البشاميل اللي بيدي كده تيست وطعم حلو قوي ومزازه جميله قوي. هيعجبكم، جربوه بالطريقه دي وهتعجبكم. بس قلبتهم بقى كده كويس قوي. الفراخ كانت خلاص استوت اصلا، وكده كده هتستوي تاني في الفرن، لان اللازانيا انت كده بتستوي بالبشاميل مش مسلوقه، هي مش يعني هي محطوطه زي ما هي، فاهميني؟ بس هديها بقى كده تشويحه. اعذروني على الصوت لو الصوت مضايقكم، لان انا اصلا بسجل بره البيت، بس عشان انزل لكم فيديو بقى النهارده، لان ما نزلناش فيديو امبارح، واحنا اتفقنا ان احنا المفروض ان احنا ننزل فيديو كل يوم، فانا مش عايزه اتاخر عليكم والله. بس فهنزل بقى معاكم فيديو كده النهارده باذن الله، يا رب يعجبكم. عايزه بس لايكاتكم وتعليقاتكم، مش عارفه المشاهدات مش قوي اليومين اللي فاتوا دول، بس الله المستعان، الله المستعان، ربنا كريم ان شاء الله. عايزه يمكن الفيديوهات مش عاجباكم، يمكن مش عارفه انا يعني، قولوا لي في التعليقات الدنيا ايه. يمكن مش عارفه اشتغل معاكم قوي او اعمل شغل قوي، سامحوني والله. يعني بيجي عليا وقت كده ببقى فعلا مش قادره، بس في نفس الوقت بتوحشوني، ببقى عايزه اطلع معاكم واسجل معاكم واتشجع بيكم، وان شاء الله يا رب اعمل اي حاجه، بس فعلا ببقى عايزه اقوم، ببقى عايزه اتحرك. هبدا بقى اعمل ايه، هحط كده صوص من تحت بشاميل. البشاميل بتاع اللازانيا يا بنات ما بيبقاش تقيل زي المكرونه بشاميل، اللي بيبقى خفيف شويه، عشان خاطر بتستوي بالبشاميل وبالصوص بتاع الحاجه اللي انت حاطاه، سواء الصلصه بتاعه اللحمه المفرومه او الصوص بتاع الفراخ، فاهميني؟ بس فهنبدا بقى نرصها كده. الصينيه عندي مش مربعه عدله، يعني مش مستطيله عدله، من الجناب فيها دوران كده، فلازم اقطم اللازانيا من الجنب. عشان كده امبارح علي قال لي كده، قال لي اسلقيها قبل ما تحطيها، بس ما تسلقيهاش في حله، يعني ما تنزليش تسلقيها في حله، اسلقيها في صينيه عشان ما تلفش تتعوج او تتنى معاكي. لما تلفيه اما تسلقيها في صينيه هتبقى مفروده زي ما هي، فاهميني؟ بس وتبداي ان انت تحطيها، ممكن تعملي لو عندك بقى مثلا برامات او حاجات من كده، او مثلا بولات بايركس برضو مثلثه او مستطيله، تبداي ان انت تعملي بقى بيها كده، يبقى كل فرد فيهم الصينيه بتاعته او البوله بتاعته. هنبدا بقى نرص كده اللازانيا بتاعتنا بين كل راق وراق يا بنات، بين كل طبقه وطبقه، هم 3 طبقات بس اللي انا بحطهم اللازانيا. بين كل طبقه وطبقه بحط طبقه بشاميل كويس قوي، وبحط طبقه الفراخ بالصوص بتاعها، تمام، عشان لما تستوي بيها، وبتستوي بتبقى جميله على فكره. يعني في ناس بتقول لا احنا بنسلقها الاول عشان ما بتستويش، لا والله بتستوي، بتبقى جميله. هتشوفوا برضو دلوقتي لما اجي اقطعها جميله قوي قوي، وطعمها حلو جدا، كان طعمها حلو قوي والله. باللحمه بتبقى تحفه، وبالفراخ بتبقى يعني برضو تحفتين. جربوها كده وجربوها كده والله، هتبقى جميله قوي. تنفع كمان في عزومات رمضان، وبتنفع جنب بقى مثلا عامله بانيه، وعامله مثلا نوعين خضار، عامله جلاش، عامله بطه، عامله فراخ، بتبقى حلوه قوي. بس بنحط بقى طبقه وطبقه وطبقه كده، بكتري بس البشاميل عشان هي اصلا بتستوي في البشاميل، فاهميني؟ بس زي ما انتوا شايفين كده، وكان طعمها حلو قوي والله. مش عارفه، حاسه ان الولاد مش طالبه معاهم قوي طبيخ اليومين دول او خضار، فقلت خلاص ماشي، هما بيحبوا النواشف والحاجات دي اكتر يعني. وانا بقيت لازم اسالهم ناكل ايه بكره، اي حاجه. طب اي حاجه دي اللي هي ايه؟ طب مكرونه ولا رز ولا عيش ولا ايه؟ طب ايه شوروا عليا. الحمد لله الحمد لله والله، كلها نعمه ربنا، لازم ناكل كل حاجه، ولازم نحمد ربنا على كل حاجه. الحمد لله الحمد لله يا رب، ربنا يدينا ويرزقنا ويكرمنا يا رب، اللهم امين. بس عملت بقى اخر طبقه كده لازانيا، وهحط بقى البشاميل كويس قوي، بتستوي وبتبقى كلها في بعضها، وبتبقى جميله والله يا بنات، بتبقى طعمها حلو قوي. يعني لو في رمضان ولا حاجه وتعمليها عزومه، بتبقى في منتهى الجمال، وبجد بتبقى بتشرف يعني. اهو تقدري تعمليها باللحمه، تقدري تعمليها بالفراخ، تقدري تعمليها على فكره ممكن بالخضار. ممكن مثلا تقطعي على الفراخ دي زيتون ومشروم ومثلا وبصل وفلفل،
بجد بتبقى حلوه جدا جدا، تقدري تعملي اي حاجه يعني افتكسي. انا بس لو ولادي يدوني فرصه ان انا افتكس، والله بصوا هاكلهم وهفتكس احلى افتكاسات. هحط بقى على الوش كده جبنه موتزاريلا اللي كنت جايباها من عند ساره، بجد حلوه قوي. عايزه اتصل بيها تجيب لي كيلو ولا حاجه قبل رمضان، عشان خاطر بستخدمها بقى. عايزه اعمل سمبوسه واركنها واشيلها عشان رمضان ان شاء الله. عندي الولاد بيحبوها قوي بالجبن، فعايزه اجيب سمبوسه ان شاء الله او سمبوسك واعملها لهم بالجبن كده واركنها ان شاء الله في الفريزر باذن الله، من ضمن التفريزات يعني. استنوا بقى ان شاء الله فيديو تفريزات هيعجبكم قوي 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 باذن الله. الله المستعان. هنحطها بقى كده في الفرن. عايزه اقول لكم من فوق ومن تحت قعدت تغلي. انا نقلتها على فكره من الفرن ده في الفرن الكبير، لان للاسف الفرن ده الشمعه اللي تحت بايظه، فعايزه اوديها لحد او اجيب حد يشوفها لي. نقلتها في الفرن الكبير عشان خاطر تستوي من تحت ومن فوق، فاستوت من تحت واتحمرت من فوق، وكانت احلى صينيه لازانيا والله، جميله جدا جدا جدا، طعمها حلو قوي. بألف هنا وشفا على اللي يجرب، وبألف هنا وشفا على ولادي يا رب، اللهم امين. عايزه اقول لكم هيتفضل منها بقى لبكره. هي طلعت 6 قطع، كل واحد فينا قطعتين، النهارده وبكره، النهارده وبكره كده. بس هقطعها لهم بقى كده، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هظبط الكلام وهظبط البيت اوام اوام اللي اقدر اظبطه. هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. بس بصوا بصوا طالعه مستويه وجميله ازاي، والوش عشان الجبنه ماسكه في بعضها بصوا، والفراخ مستويه وطعمها وجوسي كده وقمر، والله قمر اهي. بصوا سكر سكر، وكانت طعمها حلو ولا اروع. لسه علي بيبص، انا لما بعمل اكل ببعت له صوره بقول له بص كلنا ايه النهارده، هو نفس القصه. لقيته بيقول لي وحشتني اللازانيا بتاعتك يا بنت اللذينه. والله الحمد لله الحمد لله، ربنا يرجعها بالسلامه يا رب، اللهم امين. بصوا حلوه ازاي، بألف هنا وشفا يا رب عليهم وعلى قلبهم، وبألف هنا وشفا على اللي يجرب. تقدري تعمليها طبقتين بس، تقدري تعمليها 3 4 براحتك انتي وراحتك. اهو حمرت بقى بطاطس وحمرت لهم جنبها كده واحدتين ناجتس، وحطيت مخلل ليا انا. بصوا مستويه وجميله ازاي وجوسي وطعمها زي القمر والله العظيم. اهي لو طول ادوقها لكم كلكم هدوقها لكم. بصوا بقى احنا كده نازلين. انا لبست زي ما انا لبست، تعالوا اوريكم في المرايه. لابسه كنت زي ما انا، بس حطيت الشال كده عليا، خايفه الصراحه الدنيا تسقع، وفي نفس الوقت الجو حلو. صراحه مش عايزه شتيمه، انا بقول لكم كل فيديو فيه كركبه بقول لكم مش عايزه شتيمه. الشقه مش قد كده يعني، انا مظبطه ال3 اوض، بس بصوا الشقه هنا زي ما انا ما عملتش حاجه. ان شاء الله ربنا بس يكرم كده ويجي بقى ربنا يقويني على المطبخ وعلى الريسبشن. الريسبشن ما فيهوش حاجه، هو بس عايزه افرقع كل البلالين دي وانضفه واظبطه. اللحاف ده عايزه ارميه على الحبل، بس طبعا بما اني نازله ما اقدرش اسيبه على الحبل. ده عايزه افرشه على السفره، حاجات كتير. اهو نشرت بقى كده، خلصت الغسيل واتغدينا والحمد لله الدنيا زي الفل، تمام تمام تمام. الصراحه اول مره في حياتي انزل واسيب الشقه كده. الريسبشن والمطبخ مش حلوين خالص خالص. البسي يلا بس الصراحه يعني انا قلت ولادي اهم بجد النهارده، يعني قلت ولادي اهم. بصوا المطبخ ما عملتش مواعينه ليه، لان في لفه كده هعملها فاغسل المواعين والف وهدخل بقى مش هطلع، يعني هدخل المطبخ 2 3 ساعات مش هطلع، فاهميني. فهنا كنت بعمل الاكل اهو، كنت حاطه صينيه المكرونه في الفرن وحله البشاميل هناك اهي. لما اجي انا يا دوبك يعني كلنا لقمه كده، وقلت بقى ايه اتمشى بيهم حبه. ما اعرفش هنروح فين والله، ولا هننزل هنعمل ايه، واحنا رايحين سان. بصوا الاوض الحمد لله، يعني اهم حاجه عندي برضو ال3 اوض هم مقفولين اهو. ال3 اوض زي الفل، هويتهم وظبطتهم والارض تمام، وعدلت السراير اهي. الاوضه التانية مازن تحت مع اصحابه، احنا نازلين له انا وملك، هي جت من الدرس غيرت ونازلين تاني. الاوضه هي زي الفل الحمد لله، سايبها له تتهوى تمام. هو كان قاعد هنا على الكمبيوتر قبل ما ينزل. السرير زي الفل. الارض بصوا كنساها ومخليها زي الفل. وعند مالك نفس القصه، بس انا بقفل بقى ال3 اوض كده اهو. عند مالك نفس القصه، جت غيرت وظبطت حالها، وعدلنا السراير وعدلنا الشقه والدنيا زي الفل اهي تمام. هننزل بقى. بصوا الاوض ما فيهاش حاجه، هي بس انا هقفل الاوض عشان القطه. فالاوض ما فيهاش حاجه، هو بس الريسبشن عايز يتظبط والمطبخ عايز يتشقلط، فاهميني. بس فالله المستعان بقى، اول ما اجي ان شاء الله هنشوف الكلام وهنشوف الدنيا ايه. انا بس اكلت لوزه كمان، حطيت لها اكل عشان حرام. وهننزل بقى، مش عارفه البس ايه، البس الكوتشي ماشي. بنت ميكي اهي، بنت ميكي اهي
كل مره بتصوريني وانا بلبس الكوتشي قوي. ايوه هطلع بقى الكوتشي بتاعي. لابسه هدوم ماما كالعاده. لابسه السويت شيرت بتاعي ولابسه الطرحه بتاعتي الطرحه بتاعتي. بتاعتك؟ لا بتاعتي بتاعتي. والكوتشي بتاعي. مش انتي لابسه الطرحه بتاعتي؟ لا سبتها عشان لقيتها مختلفه. بجد؟ قوي. بس ولابسه الاوتفيت جامد مالك. الله يخليك. يلا هننزل بقى وخليكم معايا. انتوا عارفين احنا ما نزلناش بقى قد ايه؟ احنا ما نزلناش بقى قد ايه مالك؟ يعني لا ما تعديش 3 شهور مثلا ولا حاجه. لا نزلنا من شهر ونص كده ولا شهرين؟ شهرين والله ما فاكره. هو قبل الشتاء عموما يعني. في قط عارف ان انا عندي قطه، طلع عامل بيبي على العتبه. عايزه اقول لكم هو اسماعيل الله يكرمه والله مسح وكده، بس لا انا متضايقه، عايزه اكب شويه ديتول كلينتول اي حاجه. كلينتول مين؟ معرفش، كان عندي حاجه اسمها كلينتول، هي في ماي واي تقريبا صح؟ انا قلبتها. لا تيجي الثمن برضو نسبه الذكاء عاليه قوي. خدت المفاتيح؟ سيبها في الباب تاني. من كام يوم سبت المفاتيح في الباب ونزلت، اتصلت باسماعيل قلت له اسماعيل اطلع خد المفاتيح من كان مازن نايم كان مازن نايم وانا وملك كانت عندها درس، سبت المفاتيح ونزلت. وايه تاني؟ دخلت بيت الجمله قعدت ادور على التليفون وهو في جيبي لا وراها. لا وبعدي السكه كان موتوسيكل هيشيل. فلا الموضوع صعب معايا قوي، مش عارفه مالي. ساعات ببقى متلخبطه كده والدنيا كلها ساعات انا اهو لابسه كده الشال ومازن خلص. مازن بره. مازن كمان بره. هنركب بقى اوبر من هنا ونمشي على طول. ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه؟ عاملاهم لي على شكل قلوب. حلو قوي. يلا بصوا بقى السينما الساعه كام؟ احنا هندخل فيلم ايه يا لولو؟ احنا هندخل فيلم الحريف. مالك قالت حلو قوي، فبيني وبينكم يعني هو ايه؟ هم قالوا حلو. سألنا بره قلنا له الحريفه ولا اللي هو اسمه ايه؟ ابو نسب. فقال لنا الحريفه احلى. بس طلع النهارده في عرض في سان ستيفانو، التذكره بدل ما هي ب 110 ب 80. فقلت لهم والله حلو قوي خلاص قشطه. فدخلنا بقى، بس طبعا الساعه دلوقتي ايه؟ الساعه 5 الا ربع والسينما الساعه 5 والسينما 6 الا ربع. فقلنا نجيب بقى ايه؟ جبنا ايس كريم كده، رز بلبن بالايس كريم، ومازن رز بلبن بالنوتيلا، وملوكه جابت وافل. وريهم يا لولو. كلت بس. فهنقعد بقى كده اهو. بصوا عاملينه لها شكل قلوب كده، شكله حلو قوي. وافل بالايس كريم بس. فهناكل ونشوف بقى الدنيا ايه وندخل الفيلم، والله المستعان. خليكم بقى معانا ولا ننهي الفيديو لحد كده؟ خليني بقى اقول لكم ايه على الفيلم المره الجايه. بس خلينا نختم بقى الفيديو هنا عشان اقضي وقت مع الولاد. مش عايزه بصراحه اصور حاجه ولا امسك التليفون وانا معاهم. بصور كده لعلي لقطات واحنا بناكل الحاجات اللي احنا بناكلها، حته من السينما يعني، مقطع كده من السينما. مش بصور بقى حاجه خلاص. فانا قاعده كده في الكافيتيريا اللي هي بتاعه السينما، وهندخل بقى. بس يلا اشوفكم بقى في فيديو جديد، وبسلامه الله. باي باي.